تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد الصعود لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني بالفوز 2-0 في القاهرة. قال كولر: أنا سعيد جدا بالوصول لنصف نهائي دوري الأبطال وتجاوزنا سيمبا بعد مباراتين قويتين. الشوط الأول تفوقنا فنيا، وفي تكتيك المباراة تركنا الكرة وتحكمت طول المباراة في الأداء وطريقة اللعب، واستطعنا أن نحقق فرص كثيرة في الشوط الثاني. التأهل ب3 أهداف نظيفة في الذهاب والعودة أمر مميز للغاية، يعكس مدى تركيز اللاعبين في طريقة اللعب والسيطرة على مجريات المباراتين. مباراة الذهاب كانت هناك ظروف قاسية للغاية، وأن نفوز ذهابا وإيابا، والتكتيك الذي قدمته في هذا الدور من أفضل ما قدمت مع الفريق. لعبت أمام سيمبا بأفضل تكتيك يناسب الفريق المنافس، لأنني درست جيدا وأعرف إمكانيات وسرعات لاعبيه، وانعكس ذلك في تحقيق الفوز في الذهاب والعودة. هناك إصابات مؤثرة، ولكن دوري دائما هو تجهيز الفريق بأفضل شكل وتجهيز البدلاء، لأنه لا يوجد فريق في العالم لا تضربه إصابات. وعن موديست قال كولر: لقد قدم مباراة جيدة، واليوم كان له مهام دفاعية وقام بها على أكمل وجه، ومستواه يزداد ويتطور من مباراة لأخرى. ضغط المباريات يدفعه إلى تجهيز أكبر قدر من اللاعبين والدفع بعناصر جديدة وفقا لحالة اللاعبين ومدى الاستشفاء. وعن تأخر التغييرات قال: أقوم بذلك وأنا أعرف ما أقوم به، وفي النهاية يتحقق الفوز. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.